سويت جلسة رمضانية كلفتني 12,000 بس، تعال نشوفها سوا. صباح الخير. طبعا بلشنا بتجهيزات رمضان. هنا علاوي جاب لي القماش اللي يحتاجه على مود اخيط جلسة رمضانية اخيطها انا بالبيت. فبالبداية كانت عجبتني هاي الجلسة الرمضانية، تشوفونها شلون مرتبة. فقلت ليش ما انا اخيطها بنفسي. فمن جبت القماش حاولت اخيطه على موكيت عندي ما احتاجه، على مود يصير قوي من فرشنا، على رغم انه قماش شاموا قوي بس همين من تحطينه على مكان يتزحزح لازم يثبت. فعندي هذا الموكيت ما احتاجه. خيطت عليه القماش مالت الجلسة الرمضانية، واخذت القياسات وحاولت اقصقص بيهن. وهنا بلشت بمرحلة انه اخلي القماش على الموكيت على مود اخذ قياسات، ولا تشوفون ايش قد متعب، لانه هو تعرفون يجي الموكيت كلش قوي، وانا ضفت له طبقة يعني شوية راح اواجه صعوبة من ناحية الخياط. هنا مثل ما جاي تشوفون صعوبة الخياط انه هو شلون شوية طبقة سميكة تكون، انه حاول اسحب بيها خيط واسحب خيط واسحب حتى ما تلزم او توقف بمكان واحد. فهي بالحالتين لازم يعني تخيطين وتسحبين حتى تكمليها. بعد ما خلصنا الموكيت وكملناه، هنا أنا جاي اخذ قياسات للطبلة مالت الصالة، وبلشت اخيط بيها. اخذت من الحواف وبلشت اخيط بيها. وهنا أنا راح اخيطها بهذا اللاستيك، واوعدكم اي ماشة تدخلوا لها من الحواف وتضبوها، وبعدين راح تتلبس شلون تلبيس على الطبلة مالت الصالة. كان شكلها النهائي. بلشت بعد هي بطبلة الطعام، اخذت لها 4 كوشات وهي قياساتها كاملة، وهذا كان شكلها النهائي. طبعا كان قياس القماش كله اللي خيطت بيه 5 أمتار بس. هنا نجي بمرحلة الكوشات الكبار اللي أخلين على التخم، همين أخذت قياساتهن بالتفصيل وخيطتهن. هنا بلشت بتنظيفات وترتيبات، يعني حاولت أغير البردة وأخلي غير لون، وشكو شي عندي غسلته بالغسالة، ونظفت همين الطباخ، وما خليت شي ما كملته حتى يكون كل شي يكون كامل وما عندي أي نقص. إذا حابين تشوفون النتيجة النهائية مال ترتيبات الجلسة الرمضانية، تابعوا الفيديو للأخير وعطونا رأيكم، ولا تنسون تخلونا لايك والاشتراك.